السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في قناة شيري ريسيب. اليوم مع وصفة جديدة وهي وصفة رولي الدجاج على طريقتي. أولا نقلو شرائح البطاطا ونحطوها في صينية الفرن. نجيبو 3 بيضات ونحطو عليهم مغرفة صغيرة ملح ومغرفة كبيرة جبن طري وشوية معدنوس ونخلطوهم مليح. نصبوا الخليط على شرائح البطاطا ونوزعوه بالتساوي على كل البطاطا. ومن بعد نحطوا الصينية في الفرن ونخلوا البطاطا تطيب على نار متوسطة تقريبا 150 درجة مئوية. بالنسبة للمرق نحطوا الدجاج يتقلى مع شوية زيت وبصل مقطع ونص مغرفة صغيرة ملح وثوم. منكثروش الملح لخاطر في الأخير راح نضيفوا زيتون أخضر. نخلطو مليح ونخلو الدجاج يتقلى ومن بعد نزيدو لهم توابل اللي هما كركم وتوابل الدجاج والتابل والكروية. نخلطو مليح ونمرقو بالماء وما ننسوش نزيدو أوراق الرند والفلفل الأحمر اليابس ونخلو المرق يطيب على نار متوسطة. ومن بعد نروحو نحضرو الحشو. نحطو اللحم مرحي يتقلى مع شوية زيت وبصل مقطع وملح وثوم ونزيدو لهم غرفة صغيرة ملح نقلبو مليح. ونزيدو لهم مغرفة صغيرة هريسة وفي الأخير نزيدو لهم شوية معدنوس ولا دبشة ونقلبو مليح حتى ينضج اللحم وهكا يكون الحشو جاهز. نخرجوا صينية البطاطا من الفرن وندهنوها بجبن طري أو أي جبن عندكم ونحطوا عليها الحشو كما تشوفوا في الفيديو ونزيدوا عليه فوق الحشو ونحطوا جبن طري بهذه الطريقة. ونبدو الآن في لف الرولي كما تشوفوا في الفيديو. بعد ما نكملوا لف الروليه نحطوه من جديد في صينية للفرن ونرشوا عليه جبن مبشور وندخلوه يتحمر شوية في الفرن.
كي يطيب المرق نزيدوله شامبينيون والزيتون الأخضر ونخلوهم يطيبوا شوية. وفي الأخير نزيدو الكريم ليكيد ولا الكريمة السائلة، وهكا يكون المرق تاعنا جاهز. نخرجو الرولي من الفرن ونقطعوه كما تشوفوا في الفيديو، ونحطوه في صحن التقديم ونزيدو عليه المرق ونزينوه بالدجاج وشرائح الليمون. وفي الأخير إذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش تشجعوني بإعجاب وتعليق صغير وأكيد متابعة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.